السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله ندير لكم كسره خفيفه، نهار اللي تكوني مغاوله ما عندكش الوقت، غير بالفارينه وتخمر بالخف تخمر لنا. عندنا مقادير خفاف، عندنا 2 كيسان ماء دافي، عندنا مغرف تاع السكر، مغرف تاع خميره عمرتها مليح راهو شويه البرد، عندنا شويه سانوج وشويه حبه الحلاوه، وعندنا 2 مغارف زيت، ونديروا لها الملح ونديروها ان شاء الله. نبداو بسم الله. نحطو 2 كيسان ماء دافي. هذا الكاس فيه واحد 240 مليلتر. كاين بزاف انواع تاع كسره، كاين بالفارينه نزيدو لها دقيق، بالفارينه نزيدو لها نخاله، كاين بزاف. ان شاء الله مع الوقت نديروهم. نديرو 2 كيسان ماء دافي، نحطو المغرف تاع السكر، نحطو المغرف تاع الخميره، ونديرو السانوج، ونزيدو 2 مغارف تاع زيت. نخلطوا الكل مليح مليح حتى يذوب السكر، ونبداو نزيدو في الفارينه غير بشويه. بعد ما خلطناها حتى ذاب السكر نبداو نزيدو الفارينه غير بشويه، نكونوا مصيرينها ونزيدو غير بشويه ونخلطوا. المهم تكون جاريه كيما تاع الخفاف، ما تيبسيهاش، تكون جاريه كيما تاع الخفاف. وما نديروش الملح بكايا حتى المره الثانيه باه نديرو الملح. كيما هكا رانا خلطنا العجينه، نخلوها خفيفه كيما هكايا، رانا ما درنالهاش الملح، نخلوها كيما هكايا تخمر. نهار اللي تخمر تطلع نهبطوا لها الخمور ونديروا لها الملح ومغرف تاع خل باه تجينا خفيفه ما شاء الله. نخلوها تخمر ونعاودو نرجعوا لكم. بعد ما خمرت لنا الخميره الاولى، شوفوا الله يبارك كيفاه طلعت، نديروا لها الملح. انا هذا هو الملح تاعي، مغرف صغيره على كل خبزه، تقريبا تجينا هنا 3 خبزات ولا 4. نديروا الملح، نديروا فوق شويه ماء، ونديروا مغرف تاع خل. نعاودو نخلطوها كيما المره الاولى. باه ندخلوا لها هذاك الملح والخل يدخلوا فيها. شتي كيفاه تجي خفيفه، خليها خفيفه كيما هكذا باه تجيك قطن. الله يبارك تجي كيما هكذايا. نحطوها دوكا تعاود تخمر الخمره الثانيه، ونهبطوا لها الخمور ونقرصوها ان شاء الله بربي. راهي خمرت لنا للمره الثانيه، دوك نديرو يدينا في شويه زيت ونعاودو نهبطوا لها الخمور باش نقرصوها. انا حنقرصها في لاشابلور تاع الخبز، اللي تحب ديرها في الدقيق والفارينه، اللي تحب ديرها في الدقيق المتوسط، كل وحده كما تحب. انا في لاشابلور تاع الخبز تجي شابه، تجي هيدا مقرمشه من برا، تجي خفيفه. نقسموها تقريبا، درنا 5 خبزات صغار، انا نحب الخبزات الصغار كيما هكا. شفتوها شحال خفيفه، شفتوها كيما هكايا. نقرصوهم كاع كيما هكا، نحطوهم ومن بعد نديرهم في السنيوه ونخلوهم يخمروا مليح. كي يخمروا يكون الكوشه مسخنتها على اعلى درجه، سخنيها ودخلي فيها دوك نديروهم في السنيوات، وكي يخمروا نعاودو نورو لكم ان شاء الله بربي. بعد ما قرصناها هاي في لاشابلي تاع الخبز، دوكا نبداو نخلوها ترتاح شويه ونبداو نحلو فيها. انا نحب نحل الكسره تاعي بالحلال باه تجي منفخه كي تدخليها. شوفوا النبولات الله يبارك حمرت مليح. نحلوها كيما هكذايا غير شويه بالحلال، ماشي بزاف، ماشي كيما الفطير، شويه شويه برك هذا ما كان. ديريها ماشي خشينه وماشي رقيقه رقيقه، شويه كيما هكذايا. ها راك تشوفوا ما تخلوش فيها لا شابلور بزاف، هكا انفضيها باه ما تنحرقش في الكوشه كي تدخليها. ونسقموها كيما هكذايا.
نخلوها تخمر لهنايا في السنيوات على حسب الكوزينه تاعك، ربع ساعه 20 دقيقه. تكوني انت شعلتي الكوشه تاعك باه تسخن، تكون على اعلى درجه. الكسره تحب تكون الحراره على اعلى درجه. بعد ما تخمر ندخلوها تحمر، وان شاء الله بربي نوريها لكم في طبق تقديم. هذه هي الكسره تاعنا اللي كملناها. شوفوا جات ما شاء الله، جات في الشفشه. شوفوا الله يبارك، جات هايله. شوفوا الداخل تجي فارغه الداخل، ها هي هنا وتجي. شوف الله يبارك، ما عندي ما نقول. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اللي يعجبكم الفيديو ديروا لنا لايك واشتراك، والسلام عليكم.